ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون عبارة عن قضية، ولكن قبل ما نبدأ القضية لازم تكون متأكد انك عامل لايك، وكمان تعملي كومنت لو الفيديو عجبك ولا لا. وقبل ده وده لازم تكون متأكد ان انت عملت لي اشتراك في القناة وفعلت زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد. واحب اعرفكم ان انا من الاسبوع الجاي هبدأ اعمل كل اسبوع، كل حد وتلات وخميس، فيديو هينزل الساعة 8. اتمنى ان انتوا تتابعوا الفيديوهات واتمنى ان هي تنال اعجابكم. ويلا بينا نبدأ قضية النهاردة. قضية النهاردة راحة بينا على جمهورية بيرو، ولكن قبل ما نعرف ايه اللي حصل في القضية تعالوا نعرف كام تفصيلة كده عن ضحية النهاردة. الضحية هي سيدة اسمها بلانكا أريلانو، وهي سيدة بتبلغ من العمر 51 سنة. ست شاطرة في شغلها ومجتهدة وقريبة جدا من عيلتها وبتحبهم وبيحبوها جدا. واكتر حد كانت قريبة منه هي بنت اخوها كارلا. المهم ان هي كانت فيها عيب واحد بس، او هي شايفة ان حياتها كويسة ولكن فيها عيب واحد بس، وهي انها سيدة عزباء، يعني لا متجوزة ولا عندها حد بتحبه وبيحبها. وكانت شايفة ان هي حياتها تعيسة من غير فارس احلامها العريس المنتظر. كانت شايفة كمان ان هي مع تقدم العمر هتحس ان هي وحيدة ومفيش حد حواليها. المهم ان بلانكا كانت بتحب المغامرات وتحب الخروج والسفر وشاطرة جدا في شغلها، ولكن اول ما بتروح بيتها بتحس ان هي سيدة وحيدة مفيش حد حواليها. وعلشان كده قررت ان هي لازم تلاقي الشخص اللي هتكمل معاه بقية حياتها، واللي بيه هتحس ان هي مش وحيدة ويكمل الجزء الناقص في حياتها. وبدأت فعلا تدور على الشخص اللي تقدر تحس معاه بالحاجات دي كلها، وكانت بتدخل في علاقات كتيرة على أمل إن هي تلاقي الشخص اللي هي بتتمناه، ولكن كل العلاقات دي كانت بتخلص بالفشل. كانت بلانكا ما بتلاقيش الشيء اللي هي بتدور عليه في العلاقات دي، لحد ما في يوم كلمت بلانكا مع شخص عن طريق لعبة فيها شات، يعني زي الألعاب الإلكترونية بس فيها شات، تقدر تتكلم مع الشخص اللي انت بتلعب معاه. وفعلا أعجبت بيه وهو كمان أعجب بيها، وبدأت تحس إن هو ده الشخص اللي هي بتدور عليه بقالها 51 سنة. الشخص ده اسمه خوان، وهو من جمهورية بيرو، ولكن طالب في كلية الطب، يعني سنه صغير جدا على بلانكا. وعلى الرغم من السن وفرق السن ما بين خوان وبلانكا، إلا إنهم كانوا معجبين جدا ببعض، وما كانوش بيبطلوا كلام مع بعض طول اليوم، بيفضلوا يتكلموا بالساعات. وخلاص بلانكا بقت حاسة إن هي مالكة الدنيا كلها وأسعد واحدة في الدنيا. خلاص هتحتاج اكتر من ان هي تكون ست ناجحة في حياتها قريبة من عيلتها، وكمان كملت وهو انها تلاقي فارس احلامها. وفعلا راحت بلانكا لاهلها وقالت لهم ان هي خلاص لقت الراجل اللي كان نفسها فيه، وهو عبارة عن شخص طالب في كلية الطب ومن جمهورية بيرو. واستمر الكلام ما بين خوان وبلانكا، والإعجاب ما بينهم كل يوم بيزيد وتحول لحب، وكمان كانوا بيتكلموا كل يوم بالساعات وما كانوش يقدروا يستغنوا عن بعض أبدا. لحد ما في يوم، وعلى حسب ما المصادر بتقول ان يعني الفترة اللي كانوا بيتكلموا فيها عبر الشات من 6 شهور لسنتين، بعد الفترة دي خوان بعت لبلانكا وقال لها انه خلاص مش قادر يعيش من غيرها، وان هي لازم تجيله جمهورية بيرو ويعيشوا هناك علشان يقدر ان هو يخلص كليته. وهي كان العائق الوحيد قدامها هو شغلها. فاخوان قال لها ان هي تقدر اول ما تيجي بيرو تنقل شغلها وتدور على شغل تاني وتستقر في حياتها معاه، علشان هو مش قادر يستغنى عنها اكتر من كده. والصراحة هي ما صدقت وجريت قالت لاهلها ان هي خلاص هتسافر جمهورية بيرو وتعيش مع خوان. وكانت فرحانة جدا بالخطوة دي، وبنت اخوها كارلا كانت بتشجعها جدا على انها تاخد الخطوة دي. واتفقت مع اهلها ان هي هتقعد كام شهر مع اخوان، ولو الوضع ما عجبهاش هترجع تاني، ولكن طول الوقت ده هتكون على اتصال دايم معاهم ومش هتقطع الاتصال معاهم ابدا.
وفعلا جهزت نفسها وقررت ان هي تنتقل لبيرو، وقالت ان العائق اللي ما بينها وما بين خوان او انها تروح تعيش معاه في بيرو هو شغلها، ولكن ده الشخص اللي هي بتتمناه بقالها سنين كتيرة جدا واخيرا لقيته، فاكيد مش هتضيعه علشان وظيفة، وهي مجرد ما تروح بيرو وتدور على شغل اكيد هتلاقي وظيفة تانية، لكن لو سابت خوان مش هتقدر تلاقي شخص تاني يعيش معاه حياتها وكمان تحس معاه باللي حاسة بيه مع خوان. وفعلا خدت القرار وسافرت بيرو لخوان، وفي اليوم ده خوان كان مبسوط جدا واستقبلها احسن استقبال وتصوروا مع بعض، وفعلا كانوا مبسوطين هما الاتنين جدا وكان باين ان هما بيحبوا بعض قوي. وبعتت لبنت اخوها كارلا الصور اول ما وصلت، وبدأت ان هي تكلمها وتقول لها ان هي مش ندمانة ابدا عن الخطوة دي، ومبسوطة جدا ان هي جت بيرو لخوان، وان هي اسعد واحدة في الدنيا دي كلها لانها خلاص لقت حب عمرها. ويمر الوقت وكل يوم كانت بلانكا بتبعت لبنت اخوها تفاصيل حياتها وان هي قد ايه ست سعيدة جدا في حياتها مع حبيبها، وانها مبسوطة جدا ومش ندمانة ابدا على الخطوة دي، لحد ما في يوم بتنقطع كل الرسائل اللي كانت بتوصل من بلانكا لبنت اخوها كارلا، وخلاص ما بقتش تبعت ليها رسائل ابدا، وانقطع التواصل ما بينها وما بين اهلها. وهنا بنت اخوها قالت يمكن في حاجة منعاها عن انها تكلمني. يعدي يوم والتاني والتالت، وبعد كام يوم حست خلاص ان في حاجة غريبة وانها لازم توصل لاخوان وتعرف ايه اللي حصل. وفعلا قدرت انها توصل له وكلمته وسألته عنها، ورد عليها اخوان رد غريب جدا، قال لها ان بلانكا سافرت علشان ترجع لاهلها، وقالت ان هي وحشاهم وهم كمان وحشوها جدا، وقالت له ان هي مش قادرة تعيش معاه وانهم هما الاتنين مش متفاهمين والاحسن ان العلاقة دي تنتهي. لكن كارلا حست ان في شيء غريب، لان كانت كل يوم بلانكا تبعت لها رسائل بقد ايه هي مبسوطة بعلاقتها مع اخوان، ازاي ما بين يوم وليلة تقرر انها تنفصل عنه. حتى لو هتنفصل عنه ليه ما تحكيش ليها ان هي خلاص قررت الانفصال، مع انها بتحكي لها كل حاجة زي ما قلت لكم ان هي اقرب حد ليها. المهم ان هي كانت خلاص متأكدة ان في شيء غلط، ولكن قررت انها تستنى يمكن بلانكا ترجع وتحكي لها على كل اللي حصل، لحد يوم 12 نوفمبر سنة 2022 لما كارلا قررت انها تنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي وتكتب فيها ان هي الموقف ده يحصل لها، وان دي اغلى شخص في حياتها، وان هي مختفية بعد لبيرو بمدة، واللي يلاقيها او حتى يعرف عنها اي معلومة يبعت لها، وحطت صورة لبلانكا. وبعد كام يوم كان في مجموعة من الصيادين بيتمشوا عند البحر في جمهورية بيرو، ولقوا جثة لكائن غريب، لأنهم ما كانوش قادرين يحددوا إن الجثة دي كانت لبني آدم، الجثة كانت متشوهة تماما. ولما اتصلوا بالشرطة والشرطة جات وكمان عاينت الجثة عرفوا إن دي جثة بني آدم. واول ما عرفوا بالمنشور اللي كانت نشراه كارلا بعتوا ليها علشان تيجي تتعرف على الجثة اللي كانت عبارة عن جزء سفلي بس مفيش جزء علوي للجثة، كانت عبارة عن الجزء الاسفل للبني ادم، وكمان كان في ايد والايد دي كان فيها خاتم لست. واول ما وصلت كارلا على المشرحة وشافت الجثة وشافت الخاتم عرفت ان دي جثة بلانكا من الخاتم اللي كانت لابساه، وانهارت وبدأت ان هي تحكي للشرطة عن كل اللي حصل، وحكت ليهم ان بلانكا سافرت من المكسيك لبيرو علشان تقابل حبيبها اللي هو خوان، وانها بعد فترة من وصولها بيرو انقطع اتصالها بيهم تماما. وفعلا الشرطة استدعوا خوان واللي كان باين عليه ان هو متأثر تماما بغياب بلانكا، وان باين عليه ان هو كان نفسه يكمل معاها ولكن هي اللي رفضت وهي اللي انهت العلاقة، وقال لهم ان هو ما يعرفش عنها حاجة وهي اللي قررت تنفصل، وانها قررت انها تسيب البيت وتمشي، وكمان قالت له ان هي مش عايزة تعرفه ولا عايزة تشوفه تاني وهي اللي انهت العلاقة.
المهم ان كان خوان ما يبانش عليه ابدا ان هو مجرم، كان طالب في كلية الطب ليه اي سجل من الاجرام، وكمان كان يعني مفيش اي حاجة تدل على ان هو السبب في اختفاء بلانكا، علشان كده الشرطة ما اعتقلتش خوان. لكن بعد كام يوم خوان نشر مقطع ليه على تيك توك وهو بيشرح جثة، واحد المتابعين اشتكى على خوان وقال ان هو بيشرح جثة، ولكن الشرطة قالت ان خوان طالب في كلية الطب وطبيعي ان هو يعمل حاجة زي دي، يعني دي حاجة طبيعية لطلبة الطب، وما خدوش اي موقف تجاهه. ولكن قرروا ان هم يروحوا يفتشوا في شقة خوان يمكن يلاقوا فيها اي دليل يدلهم على بلانكا، وفعلا راحوا علشان يفتشوا بيت خوان، وهنا لقوا اثر لدم، لقوا مكان كان باين ان فيه بعض بقع الدم، ولكن المكان ده اتنضف ولكن الدم لسه ليه اثر، وخدوا عينة من الدم ده، ولما عملوا ليها تحليل عرفوا ان العينة دي عينة دم بلانكا. وهنا تم اعترف على طول ان هو اللي قتل بلانكا، وقال كمان ان هو عضو ضمن عصابة لسرقة اعضاء البني ادمين، وقال ان بلانكا ما كانتش الضحية الاولى، قال ان هو بدأ اول ما اتعرف على بلانكا انه يخدعها بانه بيحبها وعايزها تيجي تعيش معاه في بيرو علشان يقدر ان هو يقتلها وياخد اعضائها، وده اللي يفسر ليه جثة بلانكا كانت عبارة عن النص السفلي بس، وليه كل الاعضاء كانت ما كانتش موجودة في جثة بلانكا. المهم ان حاليا التحقيق جاري مع خوان علشان يعرفوا مين الضحايا اللي كانوا قبل بلانكا، ومين كمان الاعضاء اللي معاه في عصابة سرقة اعضاء البني ادمين. وده كان فيديو النهاردة وقضية النهاردة، اتمنى انها تكون نالت اعجابكم ونتعلم من الفيديو النهاردة او نتعلم من قضية النهاردة ان مش كل شخص نتكلم معاه نثق فيه، وخصوصا الناس اللي بنتعرف عليهم عن طريق السوشيال ميديا. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة، وان شاء الله يكون عجبكم، واسيبكم في رعاية الله ومع السلامة.